ورجعنا لكم يا شباب وحلقه جديده ويلا فانتسي. وتعالى اقول لك بقى انت هتعمل ايه الجوله الثالثه. ليه؟ لان احنا عندنا جوله انا شايفها سهله بصراحه. شايف فرق كتير قوي ماتشاتها حلوه، اوبشنز كابتنه موجوده ومضمونه، وشايف لعيبه كتير قوي مرشحه ان هي تجيب نقط كتير. بس انت اهم حاجه تعملها او اهم حاجه يعني ما تعملهاش انك انت ما تفعلش الوايلد كارد. طيب استنى شويه على الوايلد كارد لان لسه احنا في اول جولتين. خلي بالك في فرق كتير قوي ماتشاتها هتبتدي تحلو زي تشيلسي مثلا، فرق زي توتنهام. فكل الفرق دي هيظهر لها اسيتس تقدر تروح تجيبها، وخصوصا كمان ان في فرقه مثلا جدولها هيغلس زي مثلا فرقه برايتون البيون. فانت لو انت هتفعل الوايلد كارد دلوقتي انت اكيد هتجيب ميتوما، ومثلا ممكن تجيب جنبه سولي مارتش، وهتجيب مثلا استوبيان والحاجات دي كلها. بس اللي انت ممكن ما تكونش واخد بالك منه ان مثلا فرقه زي برايتون جدولها هيبقى رخم، فانت اللعيبه اللي انت اخترتها منهم دول خلاص انت تقريبا اخدت خيرهم. ليه؟ لان هم كانوا بيكسبوا 4 والشغل الجامد 4 و5 والدنيا فاتحه معاهم. بس الماتشات اللي جايه برايتون ماتشات صعبه، فعشان كده بقول لك استنى شويه، نستنى نتفرج الدنيا تبقى عامله ازاي عشان تقدر تحط فريق وايلد كارد ينفعك 5-6 جولات قدام تكون خلاص بصيت. هتستنى امتى؟ هتستنى للتوقف الدولي. وخلينا بقى نتكلم على اختياراتنا للجوله. ورجعنا لكم يا شباب وحلقه جديده ويلا فانتسي وتوقعات الجوله الثالثه من فانتسي البريمير ليج. قبل ما نخش في التوقعات والكلام ده كله ما تنساناش باللايك والسبسكرايب وتعمل جوين للليج بتاعنا. هتلاقي الكود ظاهر قدامك دلوقتي على الشاشه، وما تنساش تعمل لنا فولو على تيك توك عشان بننزل برضو محتوى هناك. هتلاقي لينك اكاونت بتاعنا تحت في الديسكريبشن، واعمل لنا سبسكرايب على تيك توك. خلينا بقى نتكلم على كام حاجه كده الناس مهتمه بيهم قوي. يعني في 3 اسئله الناس اللي بتلعب فانتسي دلوقتي غالبا انت عندك سؤالين منهم لو ما كانش عندك ال3. اول حاجه هو جابرييل. دلوقتي جابرييل الجوله الاولى ما شاركش، خلاص قلنا كده كده ايه، في اصابه جت لترنر ومش هيلعب، فنستنى نشوف جابرييل الجوله الجايه. الجوله الثانيه ظهرت اهي وجابرييل برضو ما شاركش اساسي، وضاع الكلين شيت بتاع ارسنال على الناس اللي معاها جابرييل وانا بصراحه منهم. واللي شارك تومياسو اخد طرد. دلوقتي كده تومياسو مش هيلعب. طيب هل ندي جابرييل فرصه كمان؟ انا بقول لا، خلاص كده الدنيا ظهرت شويه. لا خلاص يا جماعه، واضح ان جابرييل بره حسابات ارتيتا شويه. فلو انت عندك جابرييل لا، انت هتبيع وتشتري مدافع تاني من اللعيبه اللي احنا هنقولها في حلقه النهارده. تاني بوينت لازم نتكلم عليها وهي برونو فرنانديز وماركوس راشفورد. خلي بالك من اكتر اللعيبه الاونر شيب عاليه في اللعبه. ماركوس راشفورد تقريبا اونر شيب داخله في 50%، هو تقريبا 47 48 حاجه زي كده. طيب لعبوا ماتش ضد توتنهام، يعني هقول لك مانشستر يونايتد لعب ماتش وحش. راشفورد كان عنده فرص ان هو يسجل. نفس الكلام برونو فرنانديز ضيع كوره ولا في الخيال. انت الكوره جايه لك في الستة ومرفوعه على راسك وانت مش متراقب، انت داخل الكوره راكب الكوره وانت خلاص انت في حضن الجون. يعني اي كوره هتحطها جنب الجون او يعني في الجون خلاص الكوره دخلت، الحارس مش هيقدر يعمل عليها حاجه. ده ما شفناهوش من برونو فرنانديز، بس برونو فرنانديز لو كان محظوظ شويه كان طلع بجول واسيست. طيب نستنى يا عم شلبي، انا هقول لك استنى عليهم المباراه الجايه ضد نوتنغهام فورست اللي يعني دفاعهم برضو مش احسن شيء في الدنيا. فاصبر عليهم شويه، اصبر عليهم شويه. على الاقل لو عندك تبديل تاني له اولويتك للتبديل ده عنك انت تبيع مثلا حد زي ماركوس راشفورد او برونو فرنانديز. تالت بوينت برضو هنتكلم فيها وهي ماتشات تشيلسي. يا عم ماتشات تشيلسي حلوه قوي الفتره الجايه. طيب انت تشيلسي ماتشين لم يقنعوا، اتعادلوا مع ليفربول وقدموا ماتش الى حد ما كويس. الماتش التاني ضد ويست هام بصراحه اتمسح بيهم بلاط الملعب وش كده. طيب كنا منتظرين اكتر، بس الموضوع ده هقول لك ان هو جاب مصلحه. ليه بقى جاب مصلحه؟
لان لو كنت لقيت مثلا والله مثلا لاعب زي تشيلويل ولاعب زي جاكسون وستيرلينج والناس دي ولعتها في مباراه ويست هام، كان كل لعيبه الفانتسي هيقول لك بس الماتشات اللي جايه لتشيلسي جامده جدا، وهي فعلا الماتشات اللي جايه لتشيلسي جامده جدا، احنا نروح نشتري من الناس دي. ستيل عندك فرصه انك انت تجيب جاكسون الاونر شيب 18%، يعني هيفرق معاك بشكل كبير لو انت جبته. ليه؟ ماتشات تشيلسي اللي جايه حلوه، اللاعب لسه مش ماسك فورمه، بس اللاعب ده كان عنده 6 شوتس اون تارجت في الماتشين اللي لعبهم، يعني لو كان محظوظ شويه وجاب جولين كنت هتلاقي خلاص الناس كلها هوب يلا هننطلق نروح نجيب جاكسون بقى ومثلا ستيرلينج وتشيلويل. فالاوبشنز اللي احنا بنتكلم فيها دي اوبشنز حلوه جدا ممكن تجيبها. انصحك باسيت من دفاع تشيلسي. عندك لو انت عايز تسترخص هات جوستو ب 4 مليون، وهو الباك اليمين الاساسي حاليا مع تشيلسي عشان جيمس طبعا عنده اصابه، بس خلي بالك الاصابه دي مش هتطول، يعني مثلا بنصحك كده لو انت هتقدر مثلا تدفع الوايلد كارد الجوله الرابعه الخامسه كده ماشي خلاص، وعايز تسترخص هات جوستو برضه، هو ستيل باك يمين وممكن تلاقي منه كلين شيتس ويمكن يعني تلاقي منه اسيست ولا حاجه. طيب لو انا يعني عايز حد يقعد معايا شويه، لان انا مثلا الاوبشنز بتاعت الوايلد كارد لا عايز اجلها شويه قدام، يعني مثلا استنى الجوله ال 12 الكلام ده، خلاص روح هات كولويل طبعا ب 4 مليون ونص، وهو قلب الدفاع بتاع تشيلسي واساسي، هو لعب الماتشين اساسي فاوبشن هيكون قوي جدا. تشيلويل هو رقم واحد، يعني لو انت معاك فلوسه، بس تشيلويل ب5 و6، وكان هو يعني الموست بروت ان بلاير الاسبوع اللي فات، كان تقريبا في اكتر من 650 الف لاعب فانتسي راحوا جالوا اشتروا تشيلويل ويعني لبسوا. طبعا في فرق تانية برضو لسه ماتشاتها حلوه وبتفتح، عندك يا عم فرقه برنتفورد اللي اتكلمنا عليها الجوله اللي فاتت وقلنا ويسا او مبومو، وانا كنت رشحت لك ان مبومو هو الافضل، بس لو انت عايز اوبشن هجومي قلت لك روح لويسا. هقول لك نفس الكلام المره دي، وهضيف لك عليه اوبشنز دفاعيه من فرقه برنتفورد. ليه؟ فرقه برنتفورد ماتشاتها الجايه حلوه، عندك ريكو هنري، عندك بينوك، اي حد من الاثنين دول ب4.5 وولاد حلال بصراحه. افضل بينوك، لان بينوك ممكن تلاقي منه اتاكينج ريتيرنز، الراجل بيطلع في الهدات بيجيب اهداف. هنري يعني هو باك وكل حاجه وبيتقدم والكلام الحلو ده، ما بيجيبش اتاكينج ريتيرنز، بس اوبشن موجود عندك لو انت سواء بينوك هنري الاثنين دول اوبشنز حلوه. وطبعا امبومو بصراحه انا سمعت كلامي الجوله اللي فاتت وبعت كولوسوفسكي وجبت امبومو عشان يكافئني، الراجل جاب 16 نقطه وكان هو خلينا نقول ايه، هو احسن لاعب جاب بوينتس في الفانتسي في الجوله اللي فاتت، فكان تبديل بصراحه يعني الحمد لله في الجول. عندك برضو خلي بالك فرقه توتنهام ماتشاتها الجايه هتبتدي تحلو. توتنهام دفاعيا انا شايف اسيتس كتيره حلوه قوي، عندك فان ديفين، عندك اودوجي، الراجل برضو من اللعيبه اللي ليها اسهامات هجوميه، الراجل بيتقدم كتير ب4 مليون ونص. وعندك ماديسون، هتقول لي طب انا عايز مهاجم صريح، عايز وينجر، بصراحه لا سون اداؤه حلو قوي مشجع ان انا ادفع 9 مليون واشتريه، ولا ريتشارلسون بصراحه اللي يعني ملوش اثر يذكر. يعني هو ماديسون هو الاساسي معاك، يعني لو انت عايز تشتري خيارات هجوميه من فرقه توتنهام. طيب برضو في فريق لو انت عايز تبدل جابرييل، فكر في مانشستر سيتي. خلي بالك مانشستر سيتي يعني 2 كلين شيتس اهو، هو بس يعيبه شويه الروتيشن بتاع جوارديولا، ولو ان انا شايف انك انت يا تشتري ادرسون وتريح دماغك من الروتيشن والقرف ده، او تشتري جفارديول. خلي بالك جفارديول من ساعه ما جه السيتي وهو بيلعب، يعني اول ماتش مثلا نزل بديل، وده طبيعي ان جوارديولا ما بيبتديش باللاعب اللي لسه شاريه اساسي. طيب الماتش اللي فات جفارديول لعب اساسي باك شمال، وانا مش شايف ان في اوبشنز كتيره قوي جوارديولا هيقدر يعمل بيها روتيشن مع جفارديول. فانت عندك جفارديول ب5 مليون حلو جدا. برضو هات حد زي الفاريز يا جماعه، اتكلمنا عليه الجوله اللي فاتت وقلنا ان بغياب دي بروين الفاريز اوبشن
وش كده موجود ان هو يلعب بي سي اف ورا هالاند، وفعلا الراجل لعب وسجل. وهتلاقي الاونر شيب بتاعته ستيل قليله، اي نعم في ناس جرت وراحت اشترت الفاريز، بس هيبقى برضو ايه الناس يعني عندها تحفظ شويه ان هي تجيب هالاند والفاريز، فانت الفاريز هيبقى اوبشن حلو واونر شيب بتاعته قليله، وهو ب 6 مليون ونص مش اغلى شيء يعني، هيكون مهاجم كويس معاك. عندك برضو من فريق استون فيلا. استون فيلا فتح سكور جامد قوي الجوله اللي فاتت. واتكنز مش هو اللي بقى بيشوط ضربات الجزاء، خلي بالك واتكنز دلوقتي هو اللي يعني هو اتسبب في ضربه جزاء الماتش اللي فات، واللي شاطها دوجلاس لويز. فانا هرشح لك بصراحه ديابي اوبشن حلو تجيبه عندك في الفريق. برضو ممكن لو انت عايز تختار مدافع من فريق استون فيلا ممكن تجيب ماتي كاش، لو انت يعني عايز تراهن على كلين شيتس لفرقه استون فيلا، وهو مدافع بصراحه، هو باك يمين وابن حلال يعني ورخيص مش غالي. اما بقى بالنسبه لخيارات الكابتنه، وبعد ما تقريبا الجوله الثانيه احنا اتخزوقنا كلنا من الكابتنه، يعني يمكن اللي كان ناصح فينا قوي كابتن صلاح، وصلاح جاب 10 نقط بالكابتنه يعني، وده مثلا كان قاعد يدعي ان والله يعني يا رب يا رب هالاند ما يدمرش الدنيا قصاد نيوكاسل. هالاند جاب نقطتين، وساكا برضو ما شاطش ضربه الجزاء في مباراته يعني اللي فاتت اللي شاطها اوديجارد. بس هل ساكا اتخذت منه ان هو يشوط ضربات الجزاء؟ هقول لك لا. ارتيتا لما طلعوا سالوه قال لك الموضوع ده كان شورى كده بين اللعيبه، ان اوديجارد مثلا قال لساكا معلش ايه انا عايز اشوط ضربه الجزاء دي بحيث ان انا مثلا ممكن ادخل بقى في ان انا ادخل جول اي حاجه، وساكا سابه يسجل. طبعا الناس اللي كانت مكابتنه ساكا ما كانش ده افضل اوبشن بالنسبه لها، يعني الناس قلقت وللاسف ساكا بلانك الاسبوع اللي فات، فالناس ما اتبسطتش من الموضوع ده. بس ساكا لسه اون بينالتيز يا جماعه، هو لسه اللي بيشوط ضربات الجزاء طول ما هو في الملعب. وخلينا نشوف مثلا ضربه جزاء جايه مثلا لفرقه ارسنال، هنعرف بقى الدنيا ماشيه ازاي. بس هالاند هالاند هو الاوبشن الحلو. لو انت عايز تريسك شويه ممكن تريسك مع حد زي بين تشيلويل، حد زي ماركوس راشفورد، الاثنين دول اوبشنز للريسك. بس لو انت عايز تكابتن وتريح دماغك طبعا هالاند احسن اوبشن، خصوصا ان هم هيلعبوا فريق صاعد بقى ويدفعهم زي الزفت، فهالاند هو الاوبشن اللي تقريبا كله هيكابتنه، ويمكن في ناس كمان كتير قوي هتربي الكابتن هالاند. اما بقى الجوله الجايه انا قررت ان انا كان عندي مشكله يا جماعه في خط الدفاع، كان عندي جابرييل برضو مش افضل شيء، مش بيلعب قوي، وكان عندي بلدوك اتصاب. فانا تبديلي الاسبوع ده رغم ان انا ما كنتش عايز ان انا اروح للاوبشن ده، بس للاسف انا مضطر ان انا ابيع حد من الاثنين المدافعين، وقررت ان انا ابيع بلدوك واجيب جوستو ب 4 مليون، وهعمل بقى كده دبل تيمينج من دفاع فرقه تشيلسي، عندي تشيلويل وعندي جوستو، وان شاء الله ننتصر بقى في الماتشات اللي جايه كلين شيتس كده، ويبقى الدبل من دفاع تشيلسي يكون مفيد بالنسبه لي. ودي كانت حلقتنا النهارده. ما تنساش طبعا تقول لي انت عملت ايه الجوله اللي فاتت، جبت كام نقطه، وتبديلك الجوله الجايه هيكون مين في لعبه فانتسي البريمير ليج. ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، ويلا فانتسي.